نعم. الاستاذ ناجي الشهابي برضه اول تعديل. شكرا سيد الرئيس. يعني في البدايه مقدمه الماده فيها نوع من الازدواجيه. تستحق ضريبه نسبيه بواقع 20% من اجر الاعلان، فهمناها، وكذلك من تكلفته حسب الاحوال. اضيف كمان على اجر الاعلان 20% من تكلفه انتاجه، يبقى 40%. النص يفهم هذا. بيقول لي تستحق ضريبه نسبيه بواقع 20% من اجر الاعلان، وكذلك يعني اضافه من تكلفته بحسب الاحوال. لسه ما خلص اخلص التعديلات كلها وناقش التعديل. النقطه الثانيه سيد الرئيس، احنا عارفين ان الصحف والمجلات بتعاني خسائر مستمره، وعلشان كده ان الصحف المملوكه للدوله ما بتدفعش ضريبه الدمغه لانها كلها بتحقق خسائر. وتقريبا ما فيش صحيفه في مصر بتورد ضريبه الدمغه، الا ان جه وزير الماليه حجز على مستحقاتهم لدى وزاره التربيه والتعليم في كتب اللي بيطبعوها لها عشان ياخد ضريبه الدمغه عنوه. لا يمكن سيد الرئيس لو احنا بنعمل كنا عشان الواقع نفرض ايضا نستمر في فرض ضريبه الدمغه على الصحف والمجلات اللي عمرها ما بتحقق ارباح. ده احنا عايزين نعينها، وخاصه مملوكه للدوله. القطاع الخاص ماليش علاقه بالصحف الخاصه، ولكن الصحف المملوكه للدوله لا تستطيع ان تسدد ضريبه الدمغه. وطبعا عشان نعمل قانون يطبق على الجميع يتساوي فيها ايضا معاها الصحف الخاصه. لذلك انا تعديلي تستحق ضريبه نسبيه بواقع 20% من اجر الاعلان، واشيل كلمه وكذلك من تكلفه انتاجه بحسب الاحوال. وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون عناصر حسابها، ويعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم باي وسيله، ويشمل ذلك: 1 موافق عليها، 2 موافق عليها، 3 موافق عليها، 4 اللي هي عندي فيها خلاف، 4 بشيل الاعلانات الموجوده على الصحف والمجلات، الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر ففي ذلك الصحف والمجلات، واحل محلها الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك التقويم السنويه وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدوريه على اختلاف انواعها، ورفعت منها الصحف والمجلات والى اخر الماده. شكرا سيد الرئيس. شكرا.